انا النهارده بيبقى في نفس البيت، ربنا طبعا يعافي الجميع، اب توفى، رد فعل الاخت دي غير الاخت دي، صح. والاخ ده غير الاخ ده. ليه؟ لان هو استقباله للفقد مختلف عن استقبال اللي جنبه. انا استقبلت الفقد ان انا ظهري اتكسر، هو استقبل الفقد ان الدعم وقف اتقطع. اوكي، فانا لو انا ظهري اتكسر فمعنى كده ان انا اصلا ممكن فعلا ان ظهري يسمع الم. الدعم وقف، ممكن قلبي ونبضات قلبي ويحصل مشكله في الشرايين والاورده لاني حاسه ان الدعم وقف. وحد تاني مؤمن ان ده خلاص سنه الحياه. بالظبط، ويا ربي بس المشكله الثلاثه ما حدش فيهم بيحترم يعني حلو المثال اللي حضرتك اديتيه ده، ان كل واحد هيقول لا انت مقفر، انت ما ده بالعكس ده ارتاح، التاني انت جبله، انت مش بتعيط ولا زعلان عليه ولا اي حاجه. طب ما كل واحد يعني ردود افعال مختلفه. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نبدا نتعلم سياسه الاحترام. انا دي احنا فاقدينها تماما. احترام الاختلاف، احترام المشاكل اللي بنمر بيها، احترام اختلاف الصدمات اللي احنا بنمر بيها. فهو اصلا انا بدات احس المشكله الرئيسيه الام اللي احنا فيها هي عدم احترام بعضينا، وعدم احترام نفسي. صحيح. ليه؟ لان انا لا انت لازم تفوقي بسرعه. انت افوق ايه؟ طب انا محتاجه احزن شويه، لا انا ما ينفعش اعيط دلوقتي عشان ولادي. لا انت محتاجه تاخدي وقتك وبعدين تقومي لولادك، مش تغرقي مش تكملي. فكل واحد يبقى عارف مساحه الحزن بتاعته ايه. ومن اعراض طبعا ما بعد الصدمه الانعزال. اعراض ما بعد الصدمه الاحساس بالشعور بالعجز وعدم القدره على فعل اي شيء. دي من تلاقي الانسان في حاله من الدراما العنيفه، دي من اعراض الصدمه. فمهم جدا جدا الواحد يبقى واخد باله من كل ده ويراعيه في اللي قدامه، ان ما يقولش لا انت محتاج تفوق بسرعه، انا معاك، شوف محتاج انا اساعدك ازاي، يحن عليه يطبطب عليه عشان الامور تبدا تمشي.